السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي ابطال بريب 2؟ ان شاء الله النهارده هناخد درس جديد في الجيومتري. هنتكلم فيه عن الميديانز اوف تراينجل. هو درس مهم جدا ولذيذ وموجود من السنة اللي فاتت على فكرة. فريت تركزوا معايا ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة، ويلا بينا نبدأ نشرح الدرس ونكمل حل أسئلة كتاب المعاصر. آم، لو انا عندي مثلا تراينجل زي ده، ركز معايا الدرس لذيذ جدا. تراينجل زي ده كده بس، ومثلا جيت من عند الفيرتكس، اي فيرتكس اوف تراينجل، الفيرتكس دي او دي او دي، خرجت من الفيرتكس بسايد لينس. الفيرتكس دي عملت ايه تاني؟ انا عندي تراينجل زي ده، وخرجت من الفيرتكس دي، اي فيرتكس بثلاثه، دي او دي او دي مش فارقه معايا، خرجت بسايد لينس. السايد لينس ده عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد، قسم الاوبوزيت سايد نصين، وخرجت بالفيرتكس الثانيه بسايد لينس برضه. عمل ايه؟ عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد تاني. هقول تاني اهو المره الاخيره. جيت من اي فيرتكس في التريانجل، خرجت كده بسايد لينس، الفيرتكس دي بسايد اهو. اهو يا سيدي، عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد، قسم الاوبوزيت سايد نصين، وخرجت من الفيرتكس الثانيه بسايد لينس. عمل ايه السايد؟ برضه عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد، خلى الحته دي قد الحته دي. والفيرتكس الثالثه خرجت بسايد لينس، عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد، قسم الاوبوزيت سايد نصين. مش عايز يظبط. ماشي اهو، ادي السايد لينس، خرج عمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد. ماشي. هو اسمه ايه السايد لينس ده اللي عمل، اللي قسم السايد الاوبوزيت سايد؟ اسمه ايه ده؟ قال لك السايد لينس ده طالما عمل ميد بوينت يبقى ده اسمه ميديان. يبقى ايه هو الميديان؟ تعريف الميديان: الميديان هو السايد لينس خرج من الفيرتكس اوف تراينجل وعمل ميد بوينت في الاوبوزيت سايد، يبقى ده اسمه ايه؟ ميديان. يعني لو جالك سؤال مثلا سألك كده، قال لك مثلا ABC is a triangle، قال لك if ال D is a midpoint of CB او BC، الدي في النص بالنسبه للبي سي، يبقى الاي، يبقى therefore الاي دي is a median. يلا يا عم عشان تقول البروف اهو. اول لما يجي لك يقول لك الدي is a midpoint of BC، يبقى السايد اللي خارج من الفيرتكس للميد بوينت ده، السايد ده اسمه ايه؟ ميديان. اوكي ماشي. اخدت بالي ان الترينجل ده فيه كام ميديان؟ يلا نعد كده مع بعض. ادي 1، وادي ميديان تاني اهو يا مستر، وادي ميديان تالت. كام ميديان كده يا حبيبي؟ 3 ميديانز. 3 ميديانز. اي تراينجل في الدنيا عنده كام ميديان؟ 3. هاجي يقول لك في الامتحان الرايت انجل تراينجل هاز كام ميديانز؟ 3. الاكيوت انجل تراينجل 3 ميديانز. اوكي ماشي. كلنا اخدنا بالنا ان ال 3 ميديانز دول عملوا انترسكت في البوينت دي. وليكن هسميها مثلا ام، مثلا الميد بوينت دي اسمها ايه؟ اسمها intersect intersection point of medians. اسمها ايه؟ intersection point of medians، النقطة البوينت اللي كل الميديانز قطعوا بعض فيها، لمسوا بعض فيها. يبقى البوينت ام دي اسمها ايه؟ intersection point of median، وساعات بيقولوا عليها ايه؟ centroid. يبقى الام دي is centroid. اوكي ماشي. يبقى لما يجي يقول لك اه في اسئلة البروف بالذات يقول لك ايه؟ يقول لك، قال لك مثلا الاي بي، او سوري الاي دي
intersect ال AD ده قطع ال C مثلا E at point M. ال AD قطع ال CE في البوينت M، يبقى ال MD is ايه؟ centroid. تقول له كده therefore ال MD is ايه؟ centroid. اوكي؟ ماشي. طالما الميديان قطع ميديان في بوينت يبقى الام دي اسمها ايه؟ سنترويد. ماشي، ما علينا. تعالى بقى نشوف كده الجزئيه الثانيه. ماشي. بص يا حبيبي، لو جيت سالتك سؤال بقى، الميديان اللي انت شايفه ده، الميديان ده، انا همسح ده كله عشان عايز تركز على ميديان واحد بس دلوقتي. الميديان اللي كلنا شايفينه ده الاي دي، شايف الانترسكشن بوينت اوف ميديان؟ شايف السنترويد دي؟ قسمت الميديان لحتتين، حته كبيره فوق من ناحيه الفيرتكس وحته صغيره. كلنا خدنا بالنا الحته اللي فوق اكبر من اللي تحت. ليه يا مستر الكلام ده؟ قال لك يا مستر، هو مش الام دي بتقسم الميديان لحتتين قد بعض؟ لا، قال لك بتقسمها بريشيو. ايه الريشيو دي يا مستر؟ قال لك لو مثلا ده بيني وبينك، لو الاي ام دي مثلا ب 2 يبقى الام دي 1. يبقى الاي ام ضعف الام دي، يبقى الريشيو 2 to 1 من ناحيه مين؟ مين الكبير؟ اللي ناحيه الفيرتكس الكبير. 2 to 1 from vertex. طيب 1 to 2 منين؟ لا، من البيز، البيز الصغيره. from base. 2 to 1 from vertex، 1 to 2 منين؟ من البيز. طب واحد بقى صايع بقى يقول لي ايه؟ يقول لي 4 to كام؟ من البيز. لا مش يا مستر، مش البيز دي الصغيره. يبقى اللي فوق دي ضعفها، صح؟ يبقى لو البيز 4 اللي فوق 8. فهمنا الجزئيه دي؟ فهمنا الجزئيه دي؟ جزئيه مهمه على فكره، بتيجي في تشوز كتير قوي. جزئيه مهمه. ماشي. تعالى كده نفكر مع بعض. اه انا قلت لك الاي ام بالنسبه، ركز بقى في التفاصيل دي مهمه، بالنسبه للام دي. تقول لي يا مستر ده ريشيو. قال لك الاي ام دي لو 2، الام دي هتبقى 1، يبقى 2 to 1. لو الاي ام دي 2، الام دي تبقى كام؟ 1، يبقى 2 to 1. طب الريشيو بقى، بص ركز معايا بقى عشان ده هتسهلها حاجات كتير قوي في البروف. طيب الام دي بالنسبه، الام دي بالنسبه للاي ام، قال لك الام دي لو 1، الحته اللي فوق دي تبقى كام؟ 2، يبقى 1 اوفر 2. افهم الكلام ده، مش هقول لك احفظ، افهم. طيب، طب حلوه دي قوي. طب الام دي بقى بالنسبه للاي دي، ايه ده؟ مش فاهم. الام دي لو 1، الحته الصغيره دي لو 1، الاي دي كلها هتبقى كام؟ 1، يبقى كلها 3. اوكي، يبقى 1 اوفر 3. طب خد الجديده بقى. الاي ام بالنسبه للاي دي، الاي ام دي لو 2 يبقى كلها كام؟ 3، يبقى 2 اوفر 3. 2 اوفر كام؟ 2 اوفر 3. يبقى الاي ام بالنسبه للام دي، الاي ام بالنسبه للام دي لو دي 2 دي 1، يبقى 2 اوفر 1. دي ريشيو، احفظها، افهمها، اعمل اللي انت عايز تعمله، بس لازم تكون عارفها. طب تعالى بقى نشوف، نحل بقى ونشوف الدنيا توصل بينا لفين. بيقول لي ايه؟ بيقول لك complete each of the following in the triangle ABC the point D is a midpoint of BC. triangle، نرسم كده اي triangle مش مشكله، ABC. قال لك الدي في الميد بوينت اوف بي سي. طالما الدي في الميد بوينت يبقى الاي دي ده اسمه ايه؟ ميديان.
صح؟ median. قال لك the number of median of triangle. اي triangle عنده كم median؟ 3 medians. 3 medians. the centroid النقطة اللي في النص في الميديانز intersection point of medians of triangle بتقسم divided each median ratio كام تو كام الفيرتكس؟ قلت لك الفيرتكس الكبيرة يبقى 2 to 1 من الفيرتكس. طب كام تو كام البيز؟ 1 to 2. فهمت والله الموضوع بسيط، ركز معايا. the centroid of triangle divided the median in the ratio 2 to كام البيز الصغيرة، لو البيز 2 اللي فوق كام؟ 4. ماشي. يقول لك ايه بعد كده؟ بيقول لك the centroid of triangle divided its median كام تو كام الفيرتكس الكبيرة، الفيرتكس الضعف. يعني لو البيز 8 الفيرتكس ضعفها 16. the length of median of the right angle triangle. حلو قوي. بيقول لك بقى يا حبيب قلبي، لو انا عندي رايت انجل تراينجل زي ده كده، ادي ايه اهو، ادي اي بي سي رايت انجل تراينجل، ودي الانجل بتاعت الرايت صح؟ السايد اللي قدام الانجل رايت ده اسمه ايه؟ اسمه هايبوتنس. ده كده الاي سي ده اسمه هايبوتنس، ده كده هايبوتنس. ليه؟ عشان ده الاوبوزيت للرايت. طب ماله ده يا مستر؟ قال لك السايد او الميديان يعني عمل ميد بوينت. الميديان اللي خارج من الانجل الرايت ده بيعمل ايه؟ بيبقى هاف الهايبوتنس. الميديان اللي خارج من الرايت ده كده ماله يا مستر؟ الميديان عمل ميد بوينت اهو، ماله؟ هاف الهايبوتنس. يعني ايه يا مستر؟ يعني البي دي ده هاف الاي سي. البي دي هاف الاي سي بشرط الميديان يكون خارج منين؟ من الرايت. طيب يعني مثلا لو الهايبوتنس كله 10 فدي هتبقى 5 نصها. طبعا دي في الميد بوينت فدي 5 برضه ودي 5 عشان تبقى عارف يعني. بس الميديان اللي خارج من الرايت هاف الهايبوتنس. طب تعالى نشوف كده. The length of median of the right angle triangle drawn from the vertex الميديان اللي خارج من الرايت انجل equal half الهايبوتنس. If the length of median drawn from the vertex قال لك لو الميديان اللي خارج من الفيرتكس العكس بقى، لو الميديان خارج من الفيرتكس هاف السايد الاوبوزيت ليه؟ يعني لو الميديان هاف الهايبوتنس يبقى الانجل دي ايه؟ رايت. عكسها. اوكي؟ يبقى الانجل اوف فيرتكس دي از ايه؟ رايت. اوكي؟ ماشي. تعالى نكمل. Using information provide on each for complete the following. عايز الاكس ام. ماشي. فين الاكس ام؟ اهي. ماشي يا عزيزي. اولا الدي دي في الام دي سنترويد صح ولا ايه؟ قسمت 3 ميديانز. طب يعني ده كده ميديان، الاكس دي ده ميديان. لو دي 4 قلت اللي من ناحيه الفيرتكس ضعفها 8. طب الواي دي كلها 10 يبقى دي نصها 5. الام ايه؟ ام ايه زي لسه قايلها من شويه، لسه قايلها. قلت الاي اي كله اصلا ميديان، عمل ميد بوينت. طالما عمل ميد بوينت يبقى ده كده خارج من الفيرتكس ميديان. ده 3 يبقى الاي ضعفها ب 6. طيب الام دي فين؟ الام دي يا قلبي؟ نمسح دي بس كده عشان نعرف نركز في اللي بعديه. وميت. بسم الله. قلنا دي ب 6 وقلنا عايز اجيب الام دي. ماشي يا عم، عايز اجيب الام دي. بص اللي من ناحيه الفيرتكس دي الكبيره دي 8 يبقى الثانيه صغيره نصها 4. طيب ماشي يلا نكمل.
طيب الام اي بالنسبه للاي اي لسه قايلها من شويه، الام اي لو 1 مثلا، عشان هي من ناحيه البيز لو 1، طب الاي اي كلها بكام؟ 1 اوفر 3. طب الام سي بالنسبه للسي دي، الام سي مثلا لو 2، يبقى السي دي كلها بكام؟ 3، يبقى 2 اوفر كام؟ 3. ماشي، يلا نكمل. قايل لك البي سي ب 12، ماشي يا قلبي، وقال لك البي اي ب 9. فين البي اي قلبي؟ البي اي كلها ب 9، ماشي خليها هنا عشان ابقى عارف. الام سي ب 8، الام سي ب 8 اهي. هو عايز الدي اي يا شباب، الدي اي ماشي. هو مش الدي دي خدناها في الدرس اللي فات في الميد بوينت، والاي في الميد بوينت، يبقى الاي دي ده بارل لمين؟ للسي بي. ولو دي 12 اللي فوق نصها ب 6. طب الام اي يا شباب، الام اي ماشي، هو مديني ايه؟ مديني البي اي كلها ب 9، البي اي كلها ب 9، وعايز الام اي عشان تعرف بس فايده الريشيو. هو عايز الام اي الصغيره او مديني الكبيره كلها على بعض ب 9. لو الصغيره مثلا 1، فكلها هتبقى بكام؟ 3، والفاليو بتاعتها ب 9، يعني 1 اوفر 3 باي 9 تطلع ب 3. في واحد تاني دماغه شغاله يقول لي يا مستر هي كلها ب 9، واللي ناحيه البيس صغيره، والتانيه كبيره، التانيه ضعفها كلها 9 صح؟ فدي 3، التانيه ضعفها بكام؟ 6. الاثنين 9. اوكي. لكن لو انت عايز تحفظ الرول او تفهم بالرول ماشي، يكون احسن برضو يعني. الام اي دي لو 1، هو عايز الام اي. اوكي. طب هي كلها اصلا بكام؟ ب 3. ده مثلا ده الريشيو بينه وبينك، كلها ب 3. طب الام اي 1، يعني 1 اوفر 3 باي الفاليو بتاعتها اللي هي ب 9 تطلع ب 3. تعال نحل بنفس الطريقه تاني. هو عايز الام دي ومديك دي ب 8. الام دي لو 1، السي ام هتبقى كام؟ 2، اداها مرتين، باي ال 8 بقى اللي مديهاني تطلع ب 4. هو فعلا نصها ب 4. مع الحل هتفهم اكتر بس ركز. طب عايز الان ال، ماشي، هو مديك ال زد كلها ب 15، كلها ب 15، وعايز دي صح؟ طب ال ان ال دي بالنسبه لكلها كام؟ 1 اوفر 3 باي 15 تطلع ب 5. طب ال ان واي، ها، هو مديني الواي ام ب 18، كلها ب 18. ال ان واي لو 2، الواي ام كلها 3، يبقى 2 اوفر 3 باي ال 18، عشان هو مديني كلها ب 18. تطلع ديفايدد 3 1 ديفايدد 3 9 6 2 باي 6 12. عايز البريمتر بتاع ال ان ال واي. ان ال واي، انا جبت ال ان ال بكام يا حبيبي؟ جبت ال ان ال ب 5، والان واي جبنا ب 12، وهو مديك الاكس واي كله ب 20، كلها ب 20، يبقى دي ب 10 واللي فوق 10. هو عايز البريمتر بتاع ده، دول كام؟ 10 و5 و12، يعني 727 سنتيمتر. تعال بقى نشوف بقى الاسئله اللي جايه المهمه، اسئله البروف، فركز معايا والموضوع ان شاء الله بسيط جدا يعني. يلا بسم الله سم الله. In the given figure if G is a centroid، G دي centroid ماشي خلاص. يبقى قبل ما ابدا اي حاجه هقول له since ان G is a centroid of triangle ABC. قبل ما ابدا، قبل ما افكر، اقول له since ان الجي دي is the centroid ان هو ريحني of triangle ABC، عشان هي centroid صح؟ طب هو مديك ايه؟ قال لك الاي جي ب 8، الاي جي دي كده ب 8، وقال يا ابني بس يا ابني ما تعبنيش، وقال لك السي اي ب 3.5، الجي اي ب 3.5، وقايل لك السي اف ب 7.5، السي اف كلها ب 7.5. خليها معايا كده عشان مش هعرف اكتبها دلوقتي. عايز الاي دي، هو مديك الاي جي صح؟ عايز الاي دي، عايز كلها صح؟ طب انت المفروض لو ده ميديان، اللي هو الاي دي ده ميديان، هو ميديان فعلا عشان ده سنترويد، اقول له سينس ان الاي دي از ميديان عشان هو ميديان. يا ابني ما تبنيش.
اقول له since ان ال AD is a median. عشان ال AD ده median صح؟ هو عايز مين؟ ال AD صح؟ ال AD ده كلها 3 صح؟ يبقى ال AD equal 3 over كام؟ بالنسبة لل AG قلت دي 2 دي 1 دي كلها 3 عشان تبقى الرسمة في خيالك. لو دي 3 دي هتبقى كام؟ 2 يبقى 3 over 2 باي ال 8. تطلع بكام يا قلبي؟ تطلع ب 12. يبقى كلها ب 12. في واحد تاني دماغه شغال قال لي يا مستر مش اللي فوق ضعف اللي تحت، دي 8 يبقى التانية 4 يبقى كلها بكام؟ ب 12. بعد كده بيطلب مني البي اي. طيب 4 هات يا عم البي اي ايكوال البي اي كلها كلها بالنسبه للحته الصغيره ايه؟ البي اي كلها 3 اوفر 1 بالنسبه لمين؟ لل للجي اي دي، يعني هتبقى ايكوال 3 اوفر 1 باي 3.5 على حسب اللي مديهوني. على حسب مديني هنا الجي اي يبقى خلاص انت عاوز مين؟ عايز البي اي كلها. طيب البي اي كلها بالنسبه للجي اي 3 اوفر 1 باي 3.5 تطلع تك 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 10.5. طيب عايز السي جي هو مديك كلها اصلا السي اف ب 7.5. طب دي بالنسبه لكلها كام؟ لو دي 2 كلها تبقى 3 يبقى السي جي. واحد يقول لي يا مستر ايه كلها وعمها؟ يا عم ركز يا عم ركز، والله الموضوع بسيط. مع نقعد نحل كتير انا وانت دلوقتي الموضوع هيثبت. السي جي بالنسبه لو 2 فكلها هتبقى كام؟ ها 3 2 اوفر 3 باي 7.5 تطلع ب 5 سنتيمتر. ماشي 5 سنتيمتر. تعال نشوف اللي بعد كده. قال لك الاي والدي ار ميد بوينت. طالما الاي ميد بوينت يبقى البي اي ذا ميديان. طالما الدي برضه ميد بوينت يبقى السي دي ميديان. يا عم اكتب ده خلاص سينس ده. خلاص اكتب سينس ده. سينس ان الاي and الدي are the midpoint of AC and AB. عشان هما ميد بوينت يبقى خلاص بقى اكتب بقى therefore البي اي is a median والسي دي is a median. therefore البي اي والسي دي are medians. يلا نكمل. السي دي قطع البي اي في الام يبقى الام دي سنترويد. يلا ده انا بيعمل يديني الحل على الفاضي. سينس عشان هو قال لي ان دول قطعوا بعض في الام يبقى الام دي از سنترويد. سينس ان السي دي intersect البي اي at m يبقى therefore الام دي is a centroid. ماشي احل بقى خلاص انا كده كتبت اللي انا عايز اعمله بقى من الجيفن. احل قايل لك دي موجوده في المساله 4 دي ام ب 3 البي اي ب 6 كلها ب 6 ماشي. عايز البيريمتر بتاع اللي هو معمول اصفر ده فلازم انا اجيب الثري سايتس دول. طب مش انت قلت الاي والدي في الميد بوينت صح؟ يبقى انت عارف ان الاي دي ده خدناه من الدرس اللي فات. الاي دي ده هاف مين؟ نص مين؟ نص اللي تحت. يبقى therefore السي بي equal 2 باي الاي دي كلها يبقى 2 باي 4 equal 8 سنتيمتر. جبت اول واحده بيت وانت عارف من الفيرتكس الكبيره فلو دي 3 دي كلها هتبقى 6 صح؟ انت خلاص انت بقيت فاهم دلوقتي. طب خلاص اكتبها له ازاي؟ قول له يا مستر السي ام equals 2 over 1 بالنسبه للام دي 2 over 1 باي ام دي يعني 2 باي 3 equal 6 سنتيمتر. طب اخر حاجه خالص مديك البي اي ب 6 دي كلها 6 فلو دي 2 هتبقى 4 قدها مرتين من ناحيه الفيرتكس. يبقى خلاص اكتبها له كده. ظبط بس السبيس. بسم الله.
ماشي، يلا نكمل. بسم الله. فاضل لي مين ما جبتوش؟ اللي هي الفور دي، صح؟ يبقى الام دي، الام بي بالنسبه لكلها البي اي كلها 2 over 3، يبقى 2 over 3 by 6 equal 4 سنتيمتر. يبقى البيريمتر of BMC 6 plus 4 plus 8 equal 18 سنتيمتر. ماشي يا أبطال. In the given figure ABC is a triangle. X is a midpoint. X midpoint يبقى ده median. عمال أكتب والله. بص هو بيديك الحل أصلا. والواي ميد بوينت يبقى الاي واي median. اكتب كده since ان الاكس والواي ار ميد بوينت، او انقلهم زي ما هم كده عادي، ار ميد بوينت اوف اي بي and البي سي. therefore السي اكس and الاي واي ار medians. قال لي ان هم قطعوا بعض في الام، يبقى الام سنترويد، نفس المساله اللي فاتت. since ان الاكس سي intersect الاي واي at the point M, therefore M is a centroid of triangle. نفس الفكرة دي بقى بتتكتب الموضوع. بصوا عشان محدش يقول لي صعب. انت مش انت اللي مش عايز تركز ومش عايز تفهم، هعمل لك ايه طيب؟ ركز عشان تعرف تحل. تقول لي يا مستر أصل صعب يا ابني، ما هو الموضوع بسيط والله بيتكرر، مفيش اي اختلاف. طيب قايل لك السي ام ب 8، السي ام هنا ب 8، والواي ام ب 3، الواي ام ب 3، وبس عايز البيريمتر اعتقد، والاكس واي ب 5. عايز البيريمتر بتاع الاكس ام واي، الاكس ام واي الصغنون ده اليلو ده. خلاص ده لو 8 ده هيبقى 4 واعمل لهم بلس بعض. اكتب كده سنس therefore الام اكس هتبقى نص الام سي، يعني نص الاب بكام؟ 4. يبقى البيريمتر اللي هو عايزه ها اوف ام اكس واي 4 plus 3 plus 5 equals 12 سنتيمتر. اول مطلوب خلص، اول مطلوب خلص. يلا نكمل. بعد كده بيقول لك the perimeter of MAC اللي هو المعمول بالريد ده. خلاص ده لو 3 دي قدها مرتين 6، ودي لو 5 اللي تحت هتبقى 10، واعمل لهم بلس بعض. اكتب بقى، اكتب اللي انت قلته ده بقى، اكتب اللي انت قلته. يلا ال AM equal 2 باي MY، يعني 2 باي 3 equal 6، وال AC ده equal 2 باي YX، يبقى 2 باي 5 equal 10. هات البيريمتر بقى، قول 6 بلس 8 بلس 10، وكده المسألة اتحلت. يعني نشوف اللي بعد كده. قال لك ال AF وال CDR 2 medians، قال لك ان هما medians، خلاص ماشي. وقال لك ان هما قطعوا بعض في الام، يبقى الام دي اسمها ايه؟ centroid. since ان ال AF وال CDR medians، وسنس ان ال AF intersect ال CD at M، therefore ال M دي is a centroid of triangle. طيب ماشي، عايز قال لك البريمتر بتاع الصغير 36. مين ده الصغير ده؟ اللي هو الاي ام سي، او سوري كده الكبير 36. هو عايز البريمتر بتاع اليلو ده. انت بقى اصلا مش محتاج كل ده، هو مش مديك ده كله ب 36. وانت عارف ان ده الاف دي ده نص الاي سي، والام اف نص الاي ام، والام دي نص السي ام، يبقى التريانجل ده كله نص ده، يبقى نص ال 36 18 بس. يعني التريانجل الصغير ده اليلو ده نص الكبير، فمديك الكبير ب 36، يبقى الصغير نصه ب 18. اكتب كده سنس ان الاف دي ايكوال هاف الاي سي،
وكمان ال MF equal half ال AM وكمان ال MD equal half ال CM. خلاص يبقى البريمتر of MFD equal half by 36 equal 18 سنتيمتر. اوكي يا ابطال، شفتوا المسألة سؤال سهل ازاي؟ تعالى نشوف اللي بعد كده. بيقول لي AD is a median of triangle ABC. ال AD median ايه ده؟ ده median وخارج من الرايت انجل. شرحتها من شوية، قلت لك الميديان اللي خارج من الرايت انجل هاف مين؟ الهايبوتنس. ماشي كمل. وقال لك دي رايت فعلا، عايز الاي دي، وانت عارف دول قد بعض صح؟ هو قال لي كده، يعني ال 2x يعني ال 3x minus 8 equal 2x minus 3. الاثنين دول قد بعض. اعرف اجيب الاكس؟ طبعا. يلا هات اللايف تيرم مع بعض، ده 3x اودي لها 2x بالماينس هناك، يعني 3x minus 2x equal نيجاتيف 3 بلس 8. جبت اللايف تيرم مع بعض، يبقى الاكس هنا equal 5. جبت الاكس 5. طب اعرف اجيب بقى ده بكام وده بكام؟ يعني اعرف اجيب ده طب هجيب ده بكام؟ يبقى ال 2x اللي هي 2 باي 5 ماينس 3، يعني 10 ماينس 3 ب 7، يعني دي ب 7 ودي كمان ب 7 صح؟ وانا قلت الميديان اللي خارج من الرايت انجل هاف الهايبوتنس هاف ال 14 كلها، يبقى دي بكام؟ 7. ده بكام؟ 7. تاني اقول له سينس ان ال AD is a median، وكمان since ما تنساش ان الانجل BAC is right، ما تنساش. يبقى therefore ال AD هيبقى نص ال BC، يعني نص ال 14 equal 7 سنتيمتر. يلا نكمل. if ال G is a centroid ماشي يلا. which is a right angle triangle at A the length of AG. طب انت عندك ده رايت انجل، خدناه في الدرس بتاع البيثاغورس. حلوه الدايسه دي والله العظيم. شفت بقى الدنيا، احنا خدنا ده رايت انجل، ده رايت انجل، وعندي تو سايدز واللي قدامه الهايبوتنس. اعرف اجيب الهايبوتنس؟ اعتقد دي حاجه بديهيه يعني. اقول له سينس ان انجل بي اي سي از رايت، اقول له therefore البي سي ايكوال روت 24 باور 2 بلس 18 باور 2. اجيب الكالكليتر بتاعتي. ماشي، وهقول روت 24 باور 2 بلس 18 باور 2 عشان ده الهايبوتنس، ده يبقى 30. جبتها بكام يا ابطال؟ 30 سنتيمتر equal 30 سنتيمتر. ماشي، جبتها بكام؟ 30 سنتيمتر. ماشي. بعد كده جبت لي ب 30 خلاص، وانا عارف ده ميديان خارج من الرايت انجل، يبقى الميديان اللي خارج من الرايت هاف الهايبوتنس. اقول له سينس ان الجي دي از سنترويد، او سينس ان الدي في الميد بوينت، او سينس ان الاي، شفت مليون حل. سينس ان الاي دي از ميديان، وكمان انجل بي اي سي از 90. يبقى ايه اللي يتهم؟ يبقى خلاص الاي دي ده ايكوال هاف نص الهايبوتنس البي سي، تطلع 15 سنتيمتر. ده كله 15 الحمد لله. طب هو عايز مين؟ الاي جي. الاي جي بالنسبه لكلها، لو ده 2 كلها 3، يبقى الاي جي ايكوال 2 اوفر 3 باي 15. واحد صايع بقى يقول لي يا مستر دي كلها 15 ودي قد اللي تحت مرتين، فلو دي 10 اللي تحت هتبقى كام؟
5 خلاص يعني. ماشي. اخر حاجه خلاص في الليسن بيقول لك ايه in the given figure ال pH is the median. ده median وخارج من الرايت يبقى هاف الهايبوتنس. ما تكتب يا عم، ما تكتب ده، انت عايز ايه تاني؟ او median خارج من الرايت هاف الهايبوتنس، اكتب له كده since ان ال pH is a median. وربنا هو اللي قال مش انا، هو اللي قال. وكمان ان انجل سي بي اي is 90، وكمان انجل سي بي اي equal 90. اوكي، يبقى therefore ال BH equal half ال AC. يا مستر مش مديني ارقام، سيبها سيبها ماشي. قال لك ال E وال F are midpoint of AD وال CD. طالما ال E في الميد بوينت وال F في الميد بوينت يبقى ال EF دي نص مين؟ نص ال AC برضو. قال له since ان ال E وال F are the midpoint of AD and CD، يبقى therefore ال EF equal half ال AC. ايه ده؟ ده ال EF half ال AC وال BH برضه half ال AC. الله، يبقوا قد بعض ولا مش قد بعض؟ اه طبعا، يبقى therefore ال EF equal ال BH يا شباب. وبكده هو عايز كده. وبكده يا حبايبي احنا خلصنا الليسن بتاع الميديان. اعتقد الليسن سهل جدا، لو ركزت معايا فيه هيبقى الموضوع بسيط جدا ان شاء الله. اتمنى تكون فهمت، وما تنساش اللايك والشير والمتابعة. سلام.